صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذه دارهم فحي الديار وانتشق شيح أرضها والعرار يعني ديار آل رسول الله أصبحت بلقعا خالية موحشة. واسق تلك الربوع إن عجت فيها أدمعا فاقت الغواد همارا عافيات لم يبق منها صروف الدهر إلا الرسوم والآثار. عجبها نطلق الدموع من العين فإن القلوب فيها أسارا. عج على سر من رأى. الله يرزقنا في القريب العاجل إن شاء الله. وجه قلبك إلى تلك البقعة النيرة، إلى ذلك الحرم الشريف. تصور روحك الليلة هناك في سامراء في حرم الإمام الهادي، الحرم الإمام الحسكري سلام الله عليه. عج على سر من رأى تلقى فيها حرما تهتدي به ومنارا. يا أبا العسكري حقق رجائي وأقلني يا ابن الجواد عثارا.
لذت فيكم وليس يخشى من الأهوال. ما خاب من تمسك بكم سيدي. لذت فيكم وليس يخشى من الأهوال، من لاذ فيكم واستجار ما رعى فيه بنو الغدر للنبي ذماما، ولم يحوطوا ذمارا. ايش سووا بالإمام؟ يقول انزلوه خان الصعاليك عمدا. الإمام وين وخان الصعاليك وين؟ تصور الإمام يبات في دار غربة بين فقراء بين ناس غربة خارج البلد في خان الصعاليك. ايش حال الإمام سلام الله عليه؟ أنزلوه خان الصعاليك عمدا، مذ أرادوا ذلا به ثم لما نال المعتز ما شاء منه إذ سقاه السم النقيع فاستشاطت له البلاد وصارت صيحة طبقت بالأقطاع نوجه عتابنا وعزائنا في نفس الوقت إلى صاحب العزاء، إلى بقية الله في الأرض. نقول له مصايب لك يا المحجوب من عدة شايا وغروح، وحدة تزود عن وحدة بالملسمات والمذبوح، مثل هضمة على الهادي الخلت كل قضايا وبمجروح، من يثرب يجلبونه بخان الذل ينزلونه، مقصدهم يهينونه يخسون الله رفع شانه وشعل العالم بنوره، ظهرت له معاجز كون بأمر الله فلا تنعايد، احسده خصمه احبساه لي أبدا ما يطب أحد، حتى الرجز جار عليه أيوا إماما سموا كبده تمر، ويلي مات بديرة الغربة وفقده يا أفجع الحبة، وابوك الدمعه يصبه ينوح عليه ودموعه على الوجنات منثورة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عن مولانا وسيدنا الإمام أبي الحسن
علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. صدق مولانا وسيدنا صلوات الله عليه. تعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر والزمان، وتسلية لقلبه الشريف بهذه المناسبة الأليمة، مناسبة استجهاد جده الغريب، غريب سامراء الإمام الهادي، ولقبول المجلس وقضاء الحوائج وغفران الذنوب، وإدخال السرور على أمواتنا وأمواتكم وأموات المسببين. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الإمام الهادي عاشر أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، من تلك السلالة الطاهرة. ولد في بيت الإمامة والوحي والنبوة، في بيت من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولد الإمام صلوات الله عليه في مدينة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، في قرية من ضواحي المدينة اسمها صاريا. هذه القرية أسسها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وتنسب هذه القرية إلى مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ولد الإمام في هذه القرية في المدينة في 2 من شهر رجب، يعني مثل هذا اليوم اللي قضى على روايته، وعلى رواية في 13 من رجب. شي صادف 13 رجب شنو يكون من مناسبة؟ مناسبة ميلاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله. عندنا رواية أن الإمام الهادي سمي جده أمير المؤمنين اسمه علي، ولد في يوم ميلاد جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عندنا رواية هذه، لكن المشهور ولادته شو وقت؟ في منتصف ذي الحجة، يعني قبل عيد الغدير ب3 أيام، 15 ذي الحجة. هذا المشهور يعني اللي عادة يلزمه. في سنة 212 من الهجرة النبوية. وبقي مع أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه مدة إمامته. تدري الإمام الجواد شرد به من بلد إلى يوم بالمدينة، يوم تعال لبغداد، يوم يرجعوه مرة ثانية للمدينة، يوم بعد دورة يرجعوه إلى بغداد، إلى أن لقي حتفه واستشهد في بغداد اللي مدفون في إلى جنب جده الإمام الكاظم سلام الله عليه. وتسلم مقاليد الإمام الهادي بعد استشهاد أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه، ولو من العمر حوالي 7 أو 8 سنوات. وهذا طبعا من آيات عظمة الباري عز وجل اللي تجلت في أهل البيت عليهم السلام، اللي في هذا العمر وإذا به هو يقود العالم، أزمة العالم بإشارته وبيده. الحديث يقول: العالم عند الإمام كفلقة جوزة، فلقة من جوزة
بيد، مو الأرض، لا، العالم بأسره، العالم بيد الإمام كفلقة الجوز بيد أحدكم. الإمام الهادي اسمه علي وكنيته أبو الحسن الثالث. احنا عندنا 4 من أهل البيت اسمهم شنو؟ علي، أولهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والإمام زين العابدين، والإمام الكاظم عليه السلام، أبو الحسن، الإمام الرضا عليه السلام، والإمام الهادي، هذول علي. لكن أبو الحسن عندنا أيضا من أهل البيت الإمام أمير المؤمنين، والإمام الكاظم، في دعاء التوسل نقول له يا أبا الحسن، يسموه أبو الحسن الماضي. ليش الماضي؟ لأنه الواقفية قالوا الإمام الكاظم ما راح، لم يتوفى، لم يقتل، لذا تأكيدا على هذا المعنى أن الإمام استشهد وقتل يسموه الماضي الراحل إلى ربه. والإمام الرضا والإمام الهادي سلام الله عليه كنيته أبو الحسن الثالث صلوات الله. عاصر طواغيت وجبابرة من بني العباس، وخذهم من المعتصم. معتصم هذا الإنسان الساقط حشى الحاضرين، الإنسان الخليع الماجن، كان أمي يعني ما يعرف يقرأ ويكتب. يقول يوم من الأيام جاء كتاب من بعض وكلائه، بعد خليفة جتفت رسالة من بعض الوكلاء الحكام أنه فيها ذكر العشب والكلأ، أنه احنا أصابنا قاحط ومطر ماكو وقل عندنا العشب والكلأ. عنده وزير اسمه أحمد بن عمار، قال له تعال يا البعيد شنو العشب والكلأ؟ قال له شو معرفني؟ نقول هز بيده، قال هي خليفة أمي ووزير عامي، الله يساعد الأمة اللي ابتلت بهكذا خليفة وهكذا وزير. هذول الخلق اللي تم استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه على يد هذا اللعين المعتصم. يطلب الإمام الجواد بطلاب، الإمام الجواد شباب مبعد عن أهله، لا عنده جيش، لا عنده كذا، لا حزب، على أي حال. ثم تتابعت ولاة الظلم والجور بعده، من بعد المعتصم اجى الواثق. يعني تاريخ أسود، ما أدري اللي يريد يطالع من سائر الملل، يريد يطالع الإسلام أو يشوف هكذا نماذج ويعتبروهم خلفاء للمسلمين، شو يقول عن الإسلام؟ شو يقول عن الإسلام هذا الواثق؟ يقول كان مغرما ومولعا بحب النساء، بعد تدري بلاط وقصر بأنواع وأشكال، أنواع وأشكال. في أحوال الإمام الجواد يقول المأمون لعنة الله على المأمون كان يأمر 200 وصيف، 200 جارية، وينها مستنقية من هاي البلاد، أن يقفان صفين، تقف هنا 100 جارية و100 جارية منها، بيد كل واحدة جام، حتى إذا يطلع الإمام الجواد من بيته إلى داخل قصر المأمون هذول يأذن بهذه الهيئة. إدخال الأذى على الإمام الجواد، تدري الإنسان المتدين يتصعب عليه، الإمام يخرج مطأطئ برأسه. زين جواري كثيرة في القصر وما يلحق، فقال لطبيب، قال له أريدك تسوي لي فالدواء، قال له اتق الله يا أمير الفاسقين في بدنك، لا تهدمه بكثرة الجماع.
فإن كثرة غشيان النساء يهدم البدن. قال لا بد من ذلك. شوفوا شلون يلعبون بقدرات المسلمين، عايفيها تيهيها وملتهين بهذه الملاذ. فقال له أوصيك بدواء لكن كنت تقتصر على مقدار الضرورة. أغلي 7 مثاقيل من لحم سبع. شوف لك فد حيوان ضاري مفترس، ذيب، أسد، كذا، ذبحة، وأخذ 7 مثاقيل أو 7 دراهم من لحمه وأغله بخل الخمر، وخذ منه كل مرة 3 دراهم، مو أكثر، شيء قليل، يعني كم جرام. يقول لا، بلش بي إلى أن أصيب بالاستسقاء. استسقاء داء يورم به البدن يصير مثل السقى، يسموه استسقاء، مثل السقى يصير. فجابوا أطباء، بابا لحقوني، قالوا له ماكو شارة، ما لك دواء. بابا فد حل، قالوا فد حل نسوي لك شوية يسكن آلامك. ايش سووا؟ يقول فد تنور جابوه، قال تنور حموه ووجروه بحطب الزيتون وقعدوا بي، فخرجت على جسده نفاطات ماي. كلما أرادوا أن يخرجوه من التنور قال أرجعوني فقد كدت أن أموت، إلى أنه مات على هذه الحال. هاي خليفة المسلمين، وفنك تحكي عن اللي أعوج بهذا الزمان يكفروك، يقولون خليفة رسول الله ما لك حق تحكي. شنو من عقول أكو؟ على أي حال، ويتركون أهل بيت النبوة، بيت الرسالة، زين يخافون من ظل الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي عمره 8 سنوات 7 سنوات، وتصدى لهذا المنصب الرباني الإمامة بعد أبيه الإمام الجواد. أبوه الإمام الجواد 25 سنة عمره، لحل إلى ربه. فالإمام الهادي صلوات الله عليه عاش في هذه الظروف القاسية. وش أصور لك عن زمن المتوكل يزيد بن العباس، اللي كان حاقدا على أهل البيت بشكل عام وعلى الإمام الهادي بشكل خاص. 14 سنة ضيم ومرار وسقم على جميع الملة والأمة، خصوصا على الشيعة. كان يكره الشيعة ويبغضهم، حتى رحلهم من بغداد. قال ببغداد ماكو واحد يسكن شيعي، ممنوع من عنبات، تهجير. أثار التسفيرات من ذاك الوقت موجودة كان. على أي حال، فصنع ما صنع. تسامع بعد هدم قبر الحسين وحرثه 17 مرة. بعد ممنوع واحد يوصل شيء إلى بني هاشم. يقول في التاريخ كنا العلويات بني هاشم، نساء بني هاشم ما عدهن إلا عباية واحدة بالبيت يصلن بها ومرقع، وكان يغزلن بأيديهن. علويات بنات أهل البيت، هاي حالته. فالإمام سلام الله عليه عاش هكذا ظرفا قاسيا، لكن قاد الأمة بجدارة. أكو واحد يصير في محنة، احنا واحدنا يعني إذا صارت عند فد مصيبة وكارثة وشيء بعد ما له خلق روح، ما له خلق روح. لو واحد يحاكيها يطفر فيوزه. ولكن الإمام سلام الله عليه مع هذه المحن المتوالية على الإمام سلام الله عليه، ولكن قاد الأمة بجدارة وبحلم وبأخلاق صلوات الله عليه.
قاد الأمة بعلمه. الإمام عالم من علماء آل محمد صلى الله عليه وسلم، حوالي 34 سنة مدة إمامته، من أطول فترات إمامة المعصومين، 34 سنة. لذا أثر أثرا بليغا على الأمة، وإن كان الطغاة والجبابرة مثل المتوكل حاولوا إخماد نور الإمام. شلون؟ رفعوا بعض المنحرفين أمام الإمام. أنت تدري اللي سبب إمامة أحمد بن حنبل هو المتوكل، زوى علم أمام الإمام الهادي وطاه شرعية مشروعية. أحمد بن حنبل إمام هذول الدواعش، إمام هذول السلفي. أحمد بن حنبل هذول الحنابلة، كان إنسان متعجرف، يرجع نسبه أحمد بن حنبل يرجع نسبه إلى ذي الثدية. ذي الثدية جده اللي قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه في النهروان، اللي رسول الله بشر بقتله، إنه اللي يقتله شنو؟ يريح الأمة، وأن الذي يقتله هو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين. زين، هذا اللي مقتول جد على يد أمير المؤمنين، شو تريد يطلع من خبث باطن وحقد على التشيع ولا على خصوص الإمام؟ بعد اللي رفع محمد بن إسماعيل السلجوقي الأفغاني البخاري صاحب الصحيح، منو رفعه؟ المتوكل. متوكل، وأثر لا يزال على الإسلام والمسلمين هذا الكتاب. ولا منو يشتري بفلس محمد بن إسماعيل؟ هم أهل بخارى طردوه، روح راجع التاريخ، طردوه. على أي حال، لذا يقولون المتوكل قالوا له شوف الإمام عنده حنكة، ذكاء، فطن. قالوا له سامعين الإمام الهادي يفسر القرآن؟ قالوا زين، خلي يفسرون، بعد عالم من علماء أهل البيت، شو نريد من عنده؟ قالوا له لا، يفسر هذه الآية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يفسرهم في الأول والثاني، يعني يوم القيامة ذاك الأول يعض إيده يقول يا ليتني ما صاحب ذاك الثاني عمير، ما صاحب، ورطني. يقول يفسره، قال له يا متوكل أنت قاعد وهذا يفسر القرآن هيك؟ قال زين شو نسوي له؟ قالوا استدعيه في مجلس عام فيه العلماء وشيعته، هم علماءنا وهم علماءهم، وسئل عن الآية. واحدة من الاثنين، لو ينكر القضية ينفضح بين شيعته، لأن شيعته سامعيها منه، لو يقر بها فأهل المجلس يكفوك، يعني أهل المجلس زين هذول سنة ومتعصبين، هم راح يبطشون بالإمام يخلصوك منه. قال خوش فكرة. فاستدعى الإمام سلام الله عليه. شوف الشيعي لابد أن يكون ذكي فضل. أحضر الإمام، سأله، قال له شو تقول في هذه الآية؟ ايش تقصد؟ منو المقصود؟ ويوم يعض الظالم، هذا الظالم منه؟ اللي يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا، فلان منه؟ هذا الظالم فلان منه؟ شوف الجواب. قال له هذان رجلان ستر الله عليهما، الله ما جايب اسم طاريهم بالقرآن. أفيحب أمير المؤمنين أن يكشف ستر الله وسر الله؟ تريد تفضحهم؟ الله ساترهم، أنت تريد تفضحهم؟ قال لا، ما أريد. شلون خمد هالفتنة الإمام سلام؟ الشيعة هكذا لابد أن يكون حذر، فطن.
مع هذه الشدة كان الإمام سلام الله عليه يرعى شيعته. احنا عندنا صاحب يوم ما عندنا صاحب، لو تايهين لولا رعاية أهل البيت ما كان إلنا وجود أبدا. احنا كنا 4 الشيعة، وبحمد الله شوف هذه البلاد من شرقها إلى غربها مليئة بوجود الشيعة وبمجالس أهل البيت محمد وآل محمد. يقول يوم من الأيام الإمام طالع برا من المدينة، اجا واحد من شيعته يسأل عن الإمام، ضيق ومحنة وشدة على الشيعة. قال له الإمام طالع خارج المدينة، لحق الإمام بالطريق، قال له سيدي ومولاي أنا رجل من أهل الكوفة من المتمسكين بمحبة جدك أمير المؤمنين. هاي جوهرة. وأصابني أنه أصابتني شدة وفقر وجايك تساعدني. الإمام قال له خوش مي خالف، وإن كان الظرف صعب، مش حد اللي يوصل للإمام يجيب له حقوق وشي. يقول ضيف الإمام هذيك الليلة، لما صار الصبح قال له يا أعرابي أريد أطلب منك طلبة، إياك أن تخالفني، وإن كانت صعبة لكن لا تخالفني. قال له سمعا وطاعة. قال له راح أنا أكتب لك فد ورقة أقر فيها بمبلغ كثير على نفسي، فلان الأعرابي يطلبني، فأنت هذه الورقة تأخذها، وأنا راح اليوم أحضر كون عنده شنو الأمراء والوزراء مجلس عام، فإذا أحضرت تعال وداعيني بهذا المبلغ وشدد علي لا تسامحني. سيدي ومولاي أنت إمامي شلون؟ قال له مثل ما أمرك. قال له سمعا وطاعة. شوف سياسة الإمام سلام الله، السياسة الربانية الإلهية. بالفعل الإمام قاعد بالمجلس، دخل هذا الأعراب قال له يا علي يا ابن محمد يا ابن الرضا، أنا أطلبك من زمان هذا المبلغ 30,000 درهم. واي، يعني 3000 سكة ذهب، 3000 سكة ذهب. قال له أطلبك هذا المبلغ، ليش ما تبطيني دين؟ الإمام قال له صحيح مثل ما تقول، لكن السيدي خالي. لا شنو ايدي خالية، وقام ينزل على الإمام مثل ما أمر الإمام، والإمام يطايبه ويلاطف ولا اندفعه بالتي هي أحسن. وصل الخبر وين؟ للسلطة. قالوا عجيب هذا الإمام اللي احنا مخالين عيون وتسعى السعاة أن الإمام جامع الأموال ويريد يثور أثاري، ما عنده شيء هذا الإمام، ما عنده شيء. فأرسل سأل متوكل أو غيره 30,000 درهم للإمام حتى يدفعون هذا الأعراب. مو خوش لهم أنه هذا ابن عم الخليفة من نفس يعني بني هاشم ومطلوب والخليفة يسمع. يقول فأرسل 30,000 درهم، فأحضر الإمام الأعرابي وقال له دونك هذه الأموال استعن بها على نوائب دهرك، اقضي دينك ووفر على أهلك. شوف الإمام ورأفته. واحد إجا للإمام قال له سيدي ومولاي إن الرجل يحب، هذا طبعا هذا لكل زمان، وفي هذا الزمان يقول أتى رجل إلى الإمام أبي الحسن يعني الإمام الهادي، قال له سيدي ومولاي إن الرجل يحب أن يفضي إلى إمامه ما يفضي إلى ربه. يريد يحشي ويا إمامه، يريد يطلب حاجته وأنت بعيد عنا. الإمام شنو قال له؟ قال له فحرك شفتيك. ما يريد تحكي أصلا، ارطن أصلا، حرك شفتيك. فحرك شفتيك يأتيك الجواب، إمامك يسمعك. هذه عظمة الإمام وشموخ الإمام
ومقامه عند الله عز وجل، فضله عظيم وبلاؤه عظيم. إلى أن جاء دور المعتز، المتوكل راح، اجى المنتصر ومن بعد المستعين ومن بعد المعتز، هذا اللئيم الحاقد. أجركم الله. دس إلى الإمام ثم قد تالا أيوا إماما، وغريبا في دار غربة بعيد عن الأهل والأحبة. تتصور الإمام يعاني حرارة السوم وماكو أهل يمه، بعيد أيوا غريبا وإمامه وسيدا. لك العزاء سيدي ومولاي يا صاحب العصر، بموتة جدك الهادي نعزيك وننصب ماتم عليه ونسليك. مصاب اللي جرى عليك لولنا بجبل يذبل كات ثلم. ايش قد صابر سيدي ومولاي يا صاحب العصر. نقول له يا ابو صالح يا ابو صالح جزاك العتب واللوم تظل صابر على اخذ الثار لليوم. يا هل من هلك ما راح مظلوم، يا مذبوح يا مجتول بالسم. يا مذبوح يا مجتول يا البيسم، منهم بسامر ومنهم في خراسان. وياي اريدك الساعد الزهراء على ونته. منهم بسامر ومنهم في خراسان، منهم بر الطيبة ومنهم برض كوفة. لكن أعظم المصيبة وأعظم مصيبة المذبوح عطشان. أيوة حسينا حسين وين اللي ساعدني على حسين. صارت سامراء ضجة واحدة، خرج الناس يرعون ينادون وسيدا وعليا ونحن ننادي وإماما ومسموما وغريبا وعليا. هنا صارت ضجة. يقول خرجت جارية تنادي الله يا يوم الاثنين، يعني الإمام استشهد يوم الاثنين، سبحان الله باكر مات يوم الاثنين ثالث رجب. يقول خرجت جارية تنادي الله يا يوم الاثنين ماذا لقينا فيك، تشير إلى مصيبة رسول الله، فقدان رسول الله. الإمام الهادي خرج من الدنيا وشيعت جنازته كريمة. صار ذلك التشييع الضخم، أخرجوه إلى الشارع لأنه البيت ضاق على المصلين. أمر الخليفة أخاه بالصلاة على الإمام، وإن كان الإمام صلى على أبوه الإمام العسكري، لكن أخرجوه إلى الشارع صلوا عليه. صار له ذلك التشييع الفخم الضخم. ضجة وبلبلة في تشييع الإمام. هنا ضجة واكو ضجة يوم 10 من المحرم. ايش وقت؟ لما صار الهجوم على خيام الحسين، اجمعوا على ذاك المخيم قوم الاشرار، واحد سلب برقع ويا حد فصم خلخام،
واحد ضرب طفلة وسلبها سحبها فوق الأرمال، واحد ينادي راح خدرك يا مصونة. زينب ساعد الله قلبها، جاءت وقفت على التل، شبكت 10 أصابعها على رأسها، نادت يا جداه يا رسول الله، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا وبناتك سبايا، يا جدنا يا هذا الحسين على الثرى طريحا يخلى عاريا لا يغسل، يخلى بأرض الطف شلوا ورأسه إلى الشام فوق الرمح يهدى ويحمل. يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بمولانا وسيدنا الإمام الهادي يا الله، اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارته، وفي الآخرة شفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه الطاهرين يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه، واجعل حضورنا هذا وعزاءنا وبكاءنا ومجلسنا هذا سلوة لقلبه الشريف يا رب العالمين. بلغه منا تحية وسلاما، واردد سلامه علينا، واجعل قلبه المقدس راضيا عنا. إلهي بحقه وبجاهه فرج عن كل مكروب، انصر المجاهدين والمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا، شاف مرضانا، لا سيما المرضى المنظورين بالبيوت بالمستشفيات، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا يا الله. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وسع في أرزاقنا، اهد شبابنا، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. تقبل هذا القليل منا ومن المسببين ومن القائمين والخادمين في هذه الحسينية المباركة، ومن الحاضرين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم أمواتنا أمواتكم، العلماء الشهداء خدام الحسين، من مات على الإيمان، روح السيد الإمام، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.